السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوان، في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا كيفاش كان الرد ديال الدكتور حمزة الخالدي، وكيفاش كانت النصيحة ديال الدكتور ياسين العمري، وغادي نشوفوا أيضا كيفاش كان الرد ديال الدكتور الفايد على الدكتور الفايد. الرد ديال الدكتور الفايد على الدكتور الفايد غادي يكون قاسي وقاسي بزاف. تبعوا معايا الفيديو حتى الاخر وغادي نشوفوا كيفاش غادي يرد الفايد على الفايد. اخطر رد كنسمعوا من الفايد على الفايد. الفايد في هذا الفيديو غتشوفوا غادي يوضع شروط، وهاد الشروط ما يمكنش للعالم، يعني عالم في العلوم الكونية، انه يتكلم في الدين او القرآن او علم الحديث إلا ما كانش عنده هاد الشروط اللي غادي يشترطها علينا السي الفايد. ايوا نمشيو نشوفو هاد الشروط واش كتوفر فعلا في الدكتور الفايد ولا ما كتوفرش فيه. وما تنساوش بلي راه في الاخر غادي نسمعوا الحكم من عند الدكتور الفايد، هو اللي غادي يحكم. الدكتور الفايد هو اللي غنسمعوا منه الحكم ان شاء الله. من بعد ما غادي نسمعوا هاد جوج ديال المقاطع، مقطع ديال حمزة الخالدي، دكتور حمزة الخالدي، ومقطع ديال الدكتور ياسين العمري. وحاولوا تركزوا معايا على النصيحة ديال الدكتور ياسين العمري، ركزوا عليها مزيان لأن عندها صلة بما سيأتي في الآخر ديال الفيديو إن شاء الله. هذه الأمة لن تصلح إلا بقيادة العلماء لها، ونقصد بالعلماء علماء الشريعة الربانيين، ثم باقي العلماء في باقي التخصصات الذين يخشون رب العالمين. وكيف يخشى العالم ربه إن كان يطعن في حملة الشريعة؟ يا دكتور محمد، اتق الله واترك بيننا وبينك خيطا نحترمك فيه، لا تلغ في علمائنا الذين هم علماء الأمة. أنا من العوام في علمك، علم التغذية وتخصصك، ولن أتجرأ في الكلام فيه حتى لو تعلمته وأتقنته. وفي البلدة شيخ وبروفيسور اسمه محمد الفايد، إلا بعد أن أجلس أمامه وأستشيره ويشير علي ثم أتكلم في علم التغذية. هذا قانون يحكمني ويحكمك يا دكتور محمد. الحمد لله، الإنسان ممكن يكون متفوق في المجالات الدراسية اللي قرا فيها وشهد له الأساتذة ديالو وجاب نقاط مزيانة في الامتحانات، هذا شيء طيب. ومن بعد خصوصا بعد البكالوريا كيمشي واحد التخصص معين، كيمشي يدير الهندسة، يمشي يدير الطب، يمشي يدير الإعلاميات، يمشي يدير الميكانيكا، يمشي يدير فروا كليماتيزاسيون، يمشي يدير الدراسات الإسلامية، يمشي يدير، المهم كيمشي لواحد تخصص معين. في ذاك التخصص يقدر يكون هو أعلم أهل الأرض في ديك اللحظة في ذاك التخصص، لكن راه إلا ما كيفهمش لواحد التخصص اخر راه ما عندوش الحق أدبيا، عقلا، شرعا، عرفا، إنسانيا، احتراما لنفسه، ما عندوش الحق يخوض في واحد التخصص اللي ماشي ديالو. ما تنعرفش لشي حاجة ما ندويش فيها، بغيت ندوي فيها سهلة، غنمشي عند الناس اللي هما متخصصين غنقول لهم 1 2 3 4 5 في هذه المسائل هذه، الناس غادا تفتيني بما هم له أهل. بحال مثلا ملي كنشوف واحد العالم مهما بلغ علمه في الشريعة مثلا والفقه، مجتهد مطلق، غيجي عنده واحد السيد غيقول ليه السي العالم انا فيا السكر، واش نصوم رمضان ولا ما نصومش؟ هذاك العالم غيقول ليه غادي تمشي تشوف الطبيب، هو اللي غادي يقول لك الحاله الصحيه ديالك. ملي الطبيب غيقول ليه الحاله الصحيه ديالك ان الصيام قد يضر مباشره بحالتك الصحيه، الطبيب ما غيفتيش، الطبيب غيعطيه الحاله الصحيه ديالو في علاقه بالصيام. غيجي داك السيد عند العالم غيقول ليه اش قال لي الطبيب؟ ديك الساعه العالم غيقول ليه اما صوم اما لا. قال ليه راه الطبيب قال لي راه شي الصيام غيضر بالصحه ديالو، اقول ليه ما تصومش، فطر، وعلى حسب المسائل اللي متعلقه بالصيام. هذا مثال بسيط جدا. فعلاش ملي كنلقاو واحد في واحد التخصص معين الا هو ما له مزيان وغادي فيه بخير وعلى خير، علاش كيبغي يجي ويبدا يتطاول على الشريعه وعلماء الشريعه ومحاضن الشريعه كأن الشريعه كلأ مستبح؟ فالله يجزيكم بخير، احترموا تخصصاتكم باش تحترموا نفوسكم باش يحترموكم الناس، وما نحطوش ريوسنا في مواقف اللي ما هياش. السلام عليكم ورحمه الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حتى الآن لا دكتور حمزة الخالدي ولا الدكتور ياسين العمري ما قالوا حتى شي عيب. الحاجة الوحيدة اللي كيركزوا عليها اشناهي هي كل واحد يحترم التخصص ديالو.
واخا هذا كان كلام ديال الدكتور حمزة الخالدي وكلام ديال الدكتور ياسين العمري. وتعالوا نشوفوا الدكتور الفايد اش غادي يقول تا هو في التخصص، نسمعوا. ولكن أحذر من التخمة في الإعجاز. أنا بعض العلماء الآن أصبحوا ينسبون أشياء كثيرة ويعني يأخذون بعض الآيات وسياقات هكذا على هواهم، فأنا يعني لا أحبذ هذه الأشياء ولا أتفق معهم، ولأن هناك تخصص، فالعالم يجب أن يقف عند الخط الأحمر عند حدوده في تخصصه، فإذا مال إلى غير تخصصه فسيصيبه يعني ضلال ولا محالة. ثم أشترط أن يكون الشخص ملما باللغة العربية وأن يكون حافظا لكتاب الله، ليس قارئا لكتاب الله، يجب أن يكون حافظا لكتاب الله ثم يتكلم معنا في الإعجاز، وملما باللغة العربية وبالبلاغة وبكل الأشياء ثم يتكلم معنا في الإعجاز، ويكون على الأقل هو نفسه مقتنعا بهذه الأشياء في حياته اليومية. هذه هي الشروط اللي قال لنا السي الفايد. الفايد الأول، حيت كاين الفايد الأول وكاين الفايد الثاني. الشرط الأول هو أنه يكون ملما باللغة العربية. الشرط الثاني هو يكون حافظ لكتاب الله. ايوا تعالى معنا السي الفايد الأول باش نمشيو نسولو الفايد الثاني، نقولوا ليه تعالى معنا نشوفوا مستواك في اللغة العربية، نسمعوا. بئس العمل. ثم يأتينا بالشعر الصوفي ويرد يتجرع علينا، هذا يتقيأ الشعر الصوفي وكأنه عالم وحافظ شي حاجة. والله أتحداك أن تعرب جملة أتحداك تعربها، هذه عين اللغة العربية. ويتبجحون. دابا المشكل في الكلام هكذا، وخاصة دابا كل من أراد أن يتكلم، الباب مفتوح، كل واحد كيحط قدامه هاتف وكيهضر كيف بغى، ما كاين اللي يقول ليه اش كتقول، ما كاينش حدا شي حد اللي يقول ليه اش كتقول، يتكلمون كما شاءوا فيتبجحون، لانه ما كاينش شي حد اللي غيعترض ولا شي حد اللي غيوقف ولا شي حد اللي يقول لي اتقي الله ولا اش كتقول ولا اش كتخرف، ما كاينش شي حد اللي غيمنع. يتكلمون كما شاءوا بحرية مطلقة، بحرية تامة. كيجي واحد يقول لك اتحداك، شوف، اتحدى هؤلاء ولا اتحداك ان تعرب جملة، والكلمة اللي عبرتي بها فيها خطأ في اللغة، فيها خطأ في الإعراب وفي الصرف، في النحو والصرف. أتحداك أن تعرب جملة، هذه خطأ، هي هذه، لا نمشي معك الإعراب، أنت هذه اللي قلت لي باش نعرب لك أنا خطأ في الإعراب وفي الصرف، ما عرفتيش نطقها كما هي. وهذه أن تعرب من جبتيها، تعرب صرفها، شنو فعلها، من أين أتت، وعلاش ديك التاء ديال المضارعة مفتوحة، وما القاعدة متى يكون حرف المضارعة مفتوحا ومتى يكون مضموما. وهذا اللي كيتبجح يقول لك أتحداكم أن تعربوا جملة، راه كيقولها أمام الهاتف، هو لا يستطيع أن يعرب أيسر الجمل. والغريب أنك تريد أن تتحدى بالجهل، يريد أن يتحدى أحدهم فيقول له أنت لا تعرف كيف تعرب كلمة كذا وكذا، كيف تعرب؟ لا تميز بين الفعل الثلاثي والرباعي. العرب تقول أعرب يعرب ولا تقول عرب، فأعرب يعرب، كيف تعرب؟ صحح سؤالك أولا. إذا لم تكن تعرف المنطق ولا تعرف اللغة وعلومها ولا تعرف الشريعة ولا علوم القرآن ولا الحديث، بل وتستهزئ بهذه العلوم والمعارف، فعلى الأقل ابتعد عنها. ولكن أحذر من التخمة في الإعجاز. أنا بعض العلماء الآن أصبحوا ينسبون أشياء كثيرة ويعني يأخذون بعض الآيات وسياقات هكذا على هواهم، فأنا يعني لا أحبذ هذه الأشياء ولا أتفق معهم، ولأن هناك تخصص، فالعالم يجب أن يقف عند الخط الأحمر عند حدوده في تخصصه، فإذا مال إلى غير تخصصه فسيصيبه يعني ضلال ولا محالة. فإذا مال إلى غير تخصصه فسيصيبه يعني ضلال ولا محالة. حاجة، والله أتحداك أن تعرب جملة. ايوا واش بان لك السي الفايد الأول؟ قول لي الرأي ديالك في الفايد الثاني. اش بان لك في اللغة العربية؟ شحال غادي نعطيوه؟ نحطوا ليه 0. يلا سير على وجهك انت، هذاك الصفر سوا ما يستاهلوش. يلا نمشيو نشوفوا الحفظ ديال القرآن الكريم. أرى القرآن اللي باغي يهضر صحيح ولا يتوخر. يهب لمن يشاء الذكور ويهب لمن يشاء الإناث أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. ايوا السي الفايد، واش هذا هو القرآن؟ هذا هو القرآن اللي حافظ؟ علاش سبقتي الذكور على الإناث؟
واش هذا الخطأ يوقع فيه حتى تلميذ في الابتدائي ومصدع علينا روسنا بسيروا تقراو قراو نتوما ما قارينش قراو خاصكم تقراو ما قارينش ايوا انت كتقرا هذه ماشي مصيبة دابا هذه كتقرا في الآية مقلوبة والله العظيم لا هذا أكبر دليل على أنك ما كتقراش ودي الفايد لأنك ما كتقراش فقط تبارك على كوبي كولي لأن كون كنتي كتقرا ما غيفوتكش هذا الخطأ وهذا القرآن اللي كتقرا فيه في اليوتيوب هذا راه ماشي هو القرآن اللي نزل على محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام هذا القرآن راه نازل عليك بوحدك في ولاد سعيد لكن احنا ناس عوام ما احنا لا علماء ولا طلبة العلم ولا فقهاء ولا مشايخ احنا ناس عوام كتبان لنا هاد الطامات وهاد المصائب ديالك كيفاش كيشوفك العلماء والدكاترة كيفاش كيشوفك الناس اللي مختصين في الشريعة كيفاش كيشوفوك السي الفايد راها مهزلة والله العظيم الا مهزلة لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور يهب لمن يشاء الذكور ويهب لمن يشاء الإناث أو يزوجهم ذكرانا وإناثا. ايوا هادشي اللي كتقول فيه بصح السي الفايد وشحال كتعجبني بعدا بتخرج العينين واو والله تقهرتيني بتخرج العينين وباص والله تباص انا بعدا العفو منك اصاحبي والله تالعفو. ايوا دابا قول لي شنو غادي دير من بعد ما خسرتي في اللغة العربية وخسرتي في القرآن حتى هو ما حافظوش ايوا شنو هو دابا اخر الكلام ديالك شنو غدير معنا السي الفايد واش غتقدم لنا الاعتذار ولا شنو غدير؟ لن أتراجع إن شاء الله حتى يظهر الحق. عشنا 14 قرن في الظلام حان الوقت كي نعيش في الصفاء. القرآن ليس ملك لأحد وكلمة التخصص هي أكبر تضليل. ايوا ما دمتي انت مازال مصر وما بغيتيش تحشم غادي نعيطوا لك على الفايد الاول غادي يحكم عليك تعال الفايد الاول حكم لينا على الفايد الثاني وقول لنا الا ما التزمش بالتخصص ديالو اش غادي يوقع ليه. فإذا مال إلى غير تخصصه فسيصيبه يعني ضلال ولا محالة. مالو السي الفايد شنو ممكن يصيبه؟ عاود نسمع. سيصيبه يعني ضلال ولا محالة. واش غادي نقول لك السي الفايد الاولى ولا الاخرى الله يهديك. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون
الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون.